اهلا اصدقائي. الحلقة دي النهاردة هنتكلم فيها عن اكيا. ده محل بتاع ادوات منزلية، وزي ما انتم شايفين كده مطابخ وحمامات واوض نوم. يعني بص، انت ممكن تشتري ديزاين. انت مثلا عندك البيت بتاعك ما فيهوش الديزاين ده، فتقوم جاي هنا تشوف مثلا غرفة زي كده عجبتك، بال طبعا بالترابيزه، بالنيش اللي انت شايفه ده، بالمطبخ. طبعا كل حاجه مكتوب عليها السعر. يعني مثلا الاتنين دول عاملين $99. البتاعه دي اللي هي اللي بتغسل بيها دي $182. حتى السجاده $40. ودي بكام؟ دي عامله $654. طبعا كل حاجه بقى ليها سعرها. 270 دي عامله 19. في بقى بيقول لك لو انت عايز الستايل كله عامل $22,000، $684 و95 سنت. ده لو انت بقى ايه يعني، عايز كل حاجة، عايز اللي انت شايفه ده، الاطباق بكل حاجة، الحاجات اللي انت شايفها دي كلها، بالتلاجة طبعا باللي ورا التلاجة. بص، الستايل اللي انتوا شايفينه ده كله بتاخده. ده تمنه 22,000. كراسي. طبعا المطبخ باللي معاه. بصوا، طبعا كل ده عامل 22,000 وشوية، وبتاخد النيش بالاطباق بالكاسات، كل حاجة عشان كده تمنه 22,000. ليه؟ عشان انت بتاخد الستايل كله مع بعض، الديزاين كله، بدل بقى ما تاخد حاجة لوحدها. وفي لو انت مش عايز، يعني معلش مثلا انت مش عايز مثلا البتاع اللي بتقطع بيها او الاطباق دي، بتقوم قايل لهم لا انا مش عايز ده. طبعا بيبتدي ينقص بقى من ال 22,000. طبعا في كذا ستايل. يعني بص، حتى ممكن يجيب لك غرفة نوم. استنى، هنخش غرفة النوم بس الست دي تطلع. ممكن يجيب لك مثلا أوضة زي صالة مثلا صغيرة، فبيبقى ده الشكل. مثلا يجيب لك تلفزيون بتاع، لو انت عايز الستايل ده. طبعا كل حاجة عليها سعرها. الترابيزة عاملة $100، البتاع ده عامل $120. الضرفة اللي بيتحط فيها الكتب دي عاملة $21. بص، حتى الزرعة البلاستيك اللي حاطينها عاملين لها سعر برضه. ده المكتب، شكل المكتب. حتى كل حاجة عليها سعرها برضه. بس احنا بقى عايزين سعر لكل ده. استنى احاول ابص اشوف اذا كان حاطين برايس لكل ده مع بعضه. فين؟ هو مش طول الوقت تخش كل مكان بيبقوا حاطين السعر كله مع بعضه، لا هم بيبقوا حاطين كل حاجة لوحدها. مش معظم الوقت بيبقوا حاطين سعر الأوضة كلها. خلينا نبص على الأوضة دي. هنا مثلا دي أوضة نوم. ده الشكل بيجيب لك بتاع أوضة النوم عامل ازاي. طبعا زي ما انت شايفين، السرير، ترابيزة. طبعا سرير صغير مش كبير قوي، عامل 249 $79. المخدات عاملة $40. السجادة اللي في الأرض عاملة $40. المكتب الصغير ده اللي متعلق في الحيطة ده عامل $26. وبعد كده بقى تخش بقى ايه جوه، بقى يجيب لك شكل حمام برضو، ايه يعني، حمام صغير. أوضة أطفال تاني برضو، بس دي صغيرة خالص. لو انت بقى عندك طفلة صغيرة أو طفل صغير مثلا سن 4 سنين ولا حاجة، فبقى ليه بقى المكتب الخاص بتاعه، السرير بتاعه، الدولاب بتاعه، الحاجات بتاعت اللعب بتاعته.
طبعا كل حاجة والسعر بتاعها محطوط اهو. مثلا دي عاملة 27-28 دولار. 7. السرير ده عامل كام؟ السجادة عاملة 50 دولار. السرير عامل 179-180 دولار يعني. الدولاب عامل 150. ده شكل طبعا. في صالة تانية، شكل تاني الصالة اهو برضو. بس هو ارخم حاجة ان هما مش حاطين سعر الحاجة كلها مع بعض. يعني مثلا يقولك مثلا كل ده انت عايزه هيعمل مثلا 10,000 دولار زي اللي انا وريتها لكم اللي عامله 22,000 ورا دي. لا، في بعض الاوقات تخش ما تلاقيش سعر مجمع لك كل حاجة. لا، بيبقى كل حاجة لوحدها طبعا. فدي برضو حاجة رخمة، بحيث ان في ناس بتبقى عايزة تعرف السعر كامل وتبتدي تنقص من الحاجات يعني، تتنقص. فهم عاملين برضو كده كل حاجة لوحدها بالسعر، بحيث ان اللي مثلا انا عايز دي مش عايز دي، فيبتدوا بقى يخصموا. مثلا تقول لهم انا عاجبني الكنبه دي، انا عايز الكنبه دي، فيقول لك مثلا الكنبه دي ثمنها 150 دولار. ايه تاني؟ تبتدي انت تقول له انا عايز التلاجة دي، هي ثمنها 700، ثمنها 750 دولار كده بقى. بتبقى بالنظام ده طبعا. زي ما انتم شايفين هنا الناس هي كتير قوي. ده برضو ديزاين تاني، بس ده بقى للباك يارد، حاجة بتتحط في الباك يارد، حاجة زي قاعدة كده ايه، خفيفة طبعا. حتى البتاع الخشب ده برضو بتاخده. دي عبارة عن أوضة كده بتتحط في الباك يارد من ورا، بيبقى ده شكلها بالأنوار. السجاد اللي بقى حاطينها السعر بتاعها. وعاملين لك طبعا شكل، ده مش حاجات حقيقية، ده كله شكل. ادي شواية عاملة 778 دولار. طبعا كل ده مع بعضه. فيها هنا بوتاجاز، وهنا تقدر تشوي. دي بتبقى طبعا غاز، بتحط انبوبة تحت هنا. وعاملين لك الشكل يعني العام بيبقى عامل ازاي. وده شكل صالة تاني عامل 2300 دولار. بس 2300 دولار 5 سيت كورنر. طبعا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس ده شكل الغرفة يعني. جيب لك بقى الباثروم، البيدروم والباثروم والكيتشن. كل ده ستايلات ديزاين. طبعا في كذا ديزاين يعني. في ديزاين تاني اهو الصالة، بس صالة صغيرة يعني. ده مثلا بتاعت صالة ابارتمنت مش بيت. لو بيت هتبقى صغيرة قوي، لان البيوت الصالة بتاعتها بتبقى اكبر. اهو ليفينج روم دي عاملة 1800 دولار اهي، شاملة بقى الحاجات اللي انتوا شايفينها كاتبينها في الورقة دي. بصوا طبعا ديزاين بقى. دي الناس اللي بقى ايه يعني اشترت البيت، وبعد ما اشترت البيت مش عاجبهم الديزاين اللي في البيت، فبيروحوا بقى اماكن زي كده يشتروا لهم ديزاين، يعملوا لهم اعادة تجديد. يعني مثلا دوه عامل كامل. خلينا نشوف، انا عايز اشوف سعر كامل. وهنا الغرفة الصغيرة دي اللي انا قلتها لكم اهي السعر بتاعها اهو، شامل كل حاجة 1350 دولار اهو. ايوه كده، عايزين نبتدي نشوف الغرفة كاملة اهو. بصوا ده شكل الغرفة، تمنها 1350 دولار. كل ده ب 1350 دولار
هم حتى في الورق كاتبين كل حاجة وسعرها كام. والظهر دي برضو ب1350 دولار. مش عارف لا ازاي يا جماعة 1350 دولار دي ما ينفعش تبقى ب1350 دولار. انا بحاول ادور لكم على حاجة في السعر مش لاقي، بس احتمال تبقى 1350 دولار برضو. ده الديزاين طبعا. انا هحاول اخد لكم فيو من بره للغرفه عامل ازاي، للصاله. طبعا دي بتبقى صاله بتتحط في الليفينج روم اللي هي الصاله، يعني بتبقى الكنبه قدامها التلفزيون على طول وشويه حاجات. ده لو يعني دي ليفينج روم، صاله بتاعت ابارتمنت، غرفه قاعد مستاجر غرفه في كومبلكس مثلا او حاجه، لكن مش بيت. طبعا البيت الصاله بتاعته بتبقى كبيره جدا، مش هتاخد الحيز ده، ما يجيش فيها حاجه في الصاله. خلينا نخش للي بعده. ديزاينات تانية. ليه حمام ومطبخ في بعض؟ بس مش نافعة. لا ده مش عاجبني خالص الديزاين ده. الترابيزة دي شكلها شيك. تمنها كام؟ تمنها 550 دولار. ودي برضو شكلها حلو، بتاع الكاسات دي عاملة 170 دولار. والأباجورة دي 60 دولار. دي 1149 اللي هي الكنبة. بس الكنبة ومعاها حاجة تانية تهيألي معاها حاجات تانية، يعني جايب لك كل حاجة. دي 80، دي 30، دي 80. الكنبة بس عاملة 490. سوري الكاميرا مش مظبطة كده، بتهيألي ظبطت. شايفين السعر. طبعا هنا بقى الناس بتيجي مش شرط تشتري ديزاين. انت ممكن مثلا تقول لهم انا عجباني الكنبه دي مثلا بكام، يقول لك اهو الكنبه دي مثلا ثمنها كذا. سي مثلا اهو انا عجباني مثلا الكنبه دي ثمنها 1949 دولار. لو انا عايز الكنبه بس عامله 1279 دولار. استنى خلوني اظبط اهو مثلا. طب مش ظابط ليه؟ سوري. مش عارف اظبط البتاع. يعني في مشكلة عندي في التصوير. احاول اجيب البتاع مظبوط. ثانية واحدة. ايوه كده. اهي سعر الكنبة بس 1279 دولار لو انت عايز عاجبك الكنبة دي بس، من غير الكرسي. طبعا الكرسي لوحده عمل ده حاجة تانية. 799 دولار. بس يبقى نظام زي كده بقى. انا عاجبني دي مثلا، فبتروح تتفق معاهم بقى. في مكان كله كراسي.
سوري التصوير في بعض الأوقات بتبقى الدنيا عاملة شوية، بحاول أظبطها. برضو دي صالة اهي، بيقولك السوفة اللي هي الكنبة دي عاملة $900 اهو السعر $900. الدولاب ده عامل 224. كرسي عامل 319. واو، يعني في اسعار غالية، في حاجة غالية هنا برضه. دي لو انت مثلا عندك فراندا، قاعد مثلا في كومبلكس في تاور زي اللي انتوا شايفينه الكبير ده، وعندك فراندا، فبيبقى ده الشكل، فممكن تشتري لك مثلا الديزاين ده. كرسيين كبار كده زي ما انتوا شايفين، معاهم ترابيزه، معاهم دي وشويه معاه في الوسط، وشويه زرع بلاستيك كده وحاجات زي كده. ده كله على بعضه عامل كام؟ انا عايزين سعر شامل. ودي لو غرفة بقى ايه، قاعد مشروبات وحاجات زي كده. حاجة بقى الإضاءة بتاعتها خافتة، الغرفة كمان دارك، فيري دارك. $1000. ده اللي هي دي بس الكنبة اللي انتوا شايفينها، السعر اهو $1000. شكل الغرفة عامل ازاي. انا بحاول اجيب سعر الكل ده بس مش لاقي الحقيقة. خلينا نبص هنا، يمكن كاتبين وول فينش. هنا بيقول كاتبين الفينش بتاع اللون الوول اللي هو الحيطة، والفلورينج اللي هو الأرضية الخشب الأسود ده. فبيقول لك يعني التصميم بتاعها ايه، وهتحتاج قد كام ساعة. نفسي يحطوا سعر شامل. هنا تاتش طبعا، كل حاجة فرنيتشر. في حاجات بقى لو انت عايز تعرف اسعارها، يعني بس انا عايز اعرف تمن الكراسي قد ايه، فيجيب لك بقى كل الكراسي اللي عندهم واسعارها، وانت بقى تنقي. بعد ما تنقي مثلا نقيت دي، فيجيب لي بقى كل حاجة وشكلها في الغرفة عامل ازاي اهو. لو انت مش عايز تدور في المحل وتفضل ماشي في المحل كله كده يعني. غرفة تاني برضو شكلها حلو جدا، برضو دي صالة ليفينج روم بتاعت غرفة في ابارتمنت مش بيت، لان الغرفة صغيرة الحقيقة. طبعا جايب لك الشكل بتاع الترابيزة، وادي الجهاز بيبقى الشكل. طبعا انت مش تاخد الجهاز ده، هو جايب لك الشكل بتاع المكتب عامل ازاي. طبعا الترابيزة دي عاملة $339 معاها الكرسي ده. مع الكرسي، لا الكرسي ليه سعر تاني لوحده. الكرسي عامل $200، الترابيزة بس عاملة $339 من غير أي حاجة، هي الترابيزة فقط. طبعا ده حتى المسند مش جاي معاها، المسند ده تمنه $15 اللي هو الكاب هولدر ده. وايه اللي تحت ده؟ ابسيل. دي عبارة البتاع اللي بيتحط عليها الكيسة اللي هي بتاعت بتتحرك. انا افتكرتها الكيسة دي بيبيعوها $34. قلت ايه ده بلاش. هي اللي تحت دي بحيث ان تقدر تحرك الكيسة بسهولة. بكامل
$800 تمن الكنبة دي. في الترابيزة دي شكلها لطيف جدا، تمنها $600. ده المنظر بتاعها، طبعا بتاخدها فاضية مفيهاش اي حاجة. الريسيفر والحاجات دي هما شكل عشان يديلك يعني ايه ايحاء الشكل العام عامل ازاي بعد ما تحط الحاجة بتاعتك. وده حزبة نيش صغير كده عامل $200. حلو جدا شكل اللمبة دي، عاملة $21. شكلها خرافي الحقيقة. تعالى بصوا ازاي. في اشكال تانية اهي. كورس عامل $429. واو. بس طبعا الحاجات دي غالية لان انت واخدها من محل، يعني مش رخيص. محل ده معروف، اكيا ده، ومشهور جدا، عشان كده انت تلاقي فيه الاسعار غالية، لان بيعمل ديزاينات للبيوت. يعني انت مثلا ممكن تروح تقول لهم مثلا انا عاجبني الديزاين ده عايز احطه عندي في البيت. طبعا بيبعتوا لك مهندس يقيس المساحة بتاعة الغرفة بتاعتك ويظبط كل حاجة، وانت بقى ايه يروح اللي انت اشتريته يحطه لك كله بقى في البيت، يظبط لك الغرفة او المكان، الصالة اللي انت عايز مثلا اشتريت من عندهم صالة عايز تحطها عندك، فبيحطوا لك بقى كل حاجة. نخش تاني. تلاجات. عاملين خصومات اهو. تلاجات ب1400، عاملينها ب1119. تلاجة تانية اهي من 2900 ل 2319. طبعا ده تاتش. بص انا دوست بس، لمست بس، بغير تاتش. طبعا في تلاجات تانية بيبقى هنا في حاجة عاملة زي تاتش سكرين كده، زي التليفون، تدوس عليها تظبط لك كل حاجة. يعني في انواع حتى مختلفة من التاتش. يجيب لك ديزاينات بقى، مكتب اهو. لو انت مثلا عندك مثلا بيزنس واشتريت لك مثلا في مول، او اشتريت لك اوضه مثلا، فتح مثلا مكتب سياحه، شركه سياحه، فبيجيب لك شكل المكتب بيبقى عامل ازاي. بيبقى الكمبيوتر قاعد للمكتب بتاعك، وللعملاء الناس الكاستمر اللي هيجوا لك بيبقى قدامهم شاشه صغيره عشان توريهم العروض والديسكاونتات اللي انت عاملاها الشركه بتاعتك. طبعا بيبقى ديزاين بقى، حاجات زي كده، حاجات للبيزنس والناس اللي عايزه تفتح بيزنس وكده يعني. ميكروويفات طبعا في كذا شكل. واو. ده في برضو مكتب تاني عشان الناس ايام الكورونا، فحاطين لك كده في المكتب حاجه حاجزه، بحيث الناس لو كحت او حاجه ما تتبهدلش. مايكروويف بقى، او مايكروويف من $700 عاملينه $559. بص حجمه كبير جدا. واو. ده مايكروويف واوفن. لا ده مايكروويف بس. الاوفن ده اللي هو فرن، لا ده مايكروويف بس. حاجة ثانية اهي ب$295. بص كل الحاجات دي هنا مش غالية خالص، يعني هنا الحاجة يعني بص في بوتاجاز اهو كهرباء، طبعا عامل $800. واو. ده كذا حاجة في بعض. ثانية واحدة. حاجات تانية عاملة 1759. $829. طبعا في بوتاجازات غاز، يعني ده كهرباء، ده للناس اللي هي ما عندهاش غاز. ده الغاز بقى
$1000، 1050، $1000 بس. طبعا براندات طبعا. واو حلو الترابيزة دي عاملة كام؟ 549، $550 ترابيزة بس من غير الاطباق والحاجات دي. لو انت بقى عايز الاطباق، بص كل طبق وليه السعر بتاعه. يعني الطبق ده $13، اللي بعديه 16. الاطباق البينك دي عاملة $8. كل حاجة حطيت لها سعر طبعا. لو انت تشتري خد الترابيزة بس من غير الهبل ده. كل دي حاجات عبيطة، وفي حاجات حاطين يعني مغالين في الأسعار بتاعتها. تلاجة $1300، كبيرة جدا زي ما انتم شايفين كده. مطبخ كامل، واو ايوه كده عايزين السعر كامل. المطبخ ده ثمنه $17,696. ثانية واحدة. جايب لك طبعا هنا في الورقة دي كل حاجة مفصلة. 17 دي عبارة عن متكونة من ايه؟ $6324 و$2952. وجايب لك بقى ايه الحاجات كلها اهو. بيقول لك لو انت هتقسط هتدفع $738 مانثلي، يعني كل شهر تدفع 700، قول $800، سوري قول $750 على 24 شهر. لو انت عايز ممكن على فكرة مش 24 شهر بس، انت ممكن تقول لهم انا عايز اقسط اكتر من كده، عايز اخلي مثلا القسط مثلا على 5 سنين او حاجة. استنوا اوريكم المنظر من بعيد. ده منظر المطبخ اللي ب17,000 طبعا، من غير الجزء اللي على اليمين ده بتاع المكتب ده من غيره. ده اللي هو بس الترابيزة والمطبخ اللي هناك ده، والنيش اللي فوقيه او الحاجات اللي بتحط فيها الاطباق والكوبايات، والبوتاجاز طبعا بتاع الطويلة والعريضة دي كلها. ودول عشان كده تمنه 17,000 وشوية، لأن الحاجات الإلكترونية دي كلها غالية جدا. ودي ترابيزة طبعا، بس ترابيزة صغيرة. كل ده الجزء اللي من هنا من الشمال لغاية اليمين لغاية آخره نهايته لغاية هنا، ده كده تمنه 17,600 وشوية زي ما أنا قلت لكم. الجزء ده ملوش دعوة بيه، ده مش تبع المطبخ. طبعا انت بتاخده باللمبة وكله اللي انتوا شايفينه ده، بيبقى ديزاين كامل يعني. دي أجهزة. بص ترابيزة فيها الجهاز، فيها كل حاجة، أو ده فيها كل حاجة محطوطة. حتى بص فيها هنا الزرار. هو هنا مش شغال. خلينا نروح لمكان تاني. ده عبارة عن بتاعة تشتيها. بص بتعلي لك بتدوس، بص بتوطى ازاي طبعا بالزرار.
طبعا جايب لك لغاية ده، في حاجات تبع المطبخ فظيعة يعني. دي عاملة كام؟ $150. اللي بعديها 459، طبعا من غير الاطباق. عايز الاطباق بقى يحسب كل طبق بكام، تلاقي نفسك دافع ولا $2000 بسبب الاطباق. ما كويس برضو ان هم كاتبين لك كل حاجه وسعرها، بحيث ان الناس مثلا اللي عايزه الاطباق تيجي معاها الشكل ده ويجي معاها فبياخدوها يعني. وفي برضو سراير بتاعت اوض نوم، جايب لك كل حاجه وسعرها. الكوين سايز اهو الاسعار، كوين سايز، الكينج سايز، الفول، توين، كل حاجه بسعرها. دي طبعا اللي هي ده مش نظام سرير كامل، ده نظام ايه، حاجه على الارض كده بتحطها وفوقيها المرتبه، مش سرير يعني. لو انت عايز سرير بيبقى ثمنه اغلى، ممكن $3000 حاجه زي كده. اهو حاجه مثلا زي كده، ده بقى السرير، مش الحاجه بتتحط على الارض دي وفوقيها. ده ثمنه كام؟ 600 $600. ده طبعا من غير المرتبه. او انت عايز المرتبه بقى والمخدات والحاجات دي، بص المخدات اهي، كل مخده عامله $25. اقعد احسب بقى، شوف بقى ده ثمنه كام وده ثمنه كام، كله على بعضه. حتى اللمبه ثمنها كام اللي متعلقه دي؟ ثمنها $90. برضو في ديزاينات هنا لغرف النوم جميلة يعني. بصوا اهو ديزاين اهو، غرفة نوم شكلها جميل جدا، وبرضو عاملين سرير للبيبي بحيث ان يبقى معاكم في نفس اوضة النوم. السرير بتاع البيبي ده عامل كام؟ عامل $279. $80 اللي جنبيها دي بتاعت دي. الترابيزة الخشب دي الحقيقة اللون بتاعها مش حلو، عاملة 329. تحس ان هو خشب مش مدهون ولا اي حاجة، عاملينه كده وسايبينه، شكلها مش حلو قوي. اما شكل الغرفة جميل الحقيقة. استنى خليكم اديكم فيو من بعيد لشكل الغرفة اهو. طبعا هم مش كاتبين سعر كامل، برضو كل حاجة لوحدها. دي حاجة مضايقاني، ببقى ساعات عايز اعرف سعر الديزاين ده كله على بعضه كام. للأسف مش كل الأماكن، مش كل الأوض عاملين لها سعر خاص، أو كل المطابخ عاملين لها سعر شامل كل حاجة. أنواع سراير تانية برضو أسعار. لو توين، لو فول، لو كوين. طبعا الكينج سايز اكبر حاجه، بعد كده الكوين، بعد كده الفول، بعد كده التوين اخر حاجه. ده عامل $729. سرير خشب بس مش قوي، انا شايفه خشب مش قوي يعني. عامل $729، مش حلو خالص. ده بس ده جايب المرتبه كله، لا مش قوي تماما. بس ودي الحلقه بتاعتنا في اكيا. طبعا المحل كبير فمش هقدر اصور كل حاجه في نفس الفيديو، ان الفيديو بالفعل طويل يعني فوق النص ساعه. هيبقى ان شاء الله في جزء تاني. اتمنى يكون الحلقه عجبتكم،
وان شاء الله انزل حلقات تانية الفترة الجاية كتير. يلا سلام، اشوفكم الحلقة الجاية.